الاكتئاب سببه واحد أورده الله في ذاته في كتابه بذاته العلية. قال جل وعز: ومن أعرض عن ذكري، القرآن وذكر الله. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيق، اكتئاب، عزلة، هموم، يشعر أنه معادى، يشعر أن الدنيا ضده، غير مرتاح، سببه الابتعاد عن ذكر الله. تصور رب العباد في الحديث القدسي يقول: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني أنت وأنت جالس مثلا تقول لا إله إلا الله، تصور رب العباد يذكرك، ثم لا تطالب بالراحة، لأن تجد أكثر الناس راحة هم أكثر الناس ذكرا لله. لماذا؟ إذا كان رب العباد في عليائه يذكرهم ألا يرتاحون؟ لهذا أعظم ما نعاني الآن من الاكتئاب هو الابتعاد عن ذكر الله فقط. أنا أتساءل لماذا الاكتئاب؟ يعني هل تظن أن الله خلقك سبحانه ووكلك إلى نفسك؟ ضمن الله لك ما يقوم به عيشك، ضمن الله لك ما تقوم به حياتك، أعطاك جسد سبحانه لتقوم به الروح، لأن الروح لا تستقيم إلا في الجسد السليم. أعطاك رزق ليقوم به الجسد، لأن الجسد لا يقوم إلا بالرزق والطعام والشراب. وأعطاك سبحانه وتعالى أن ضمن لك عمرك. فلماذا الاكتئاب؟ لماذا؟ الاكتئاب هو عبارة عن عدم التوكل على الله، الاكتئاب هو عبارة عن عدم ذكر الله، الاكتئاب هو عبارة عن عدم حسن الظن بالله.